اهلا بيك يا صديقي الجميل في ملخص جديد. بس قبل ما نبدا ما تنساش تدعمنا باللايك لانه بيفرق معانا جامد جدا، وكمان ما تنساش تكتب لي الايموجي ده في الكومنتات علشان اعرف انك من الابطال اللي اتفرجوا علينا. ويلا بينا نبدا الحكايه. بيبدا فيلمنا بمجموعه قرود بيتمشى في الغابه في امان الله، ولكن زعيم المجموعه فجاه بيقف وبيبص على الطيور لانه حس انه سمع صوت غريب، واثناء ما بيبص علشان يعرف مصدر الصوت فجاه بيهجم على المجموعه صيادين وبيطاردوهم. ساعتها بتحاول كل القرود تهرب، ولكن قردة منهم بتقع في فخ الصيادين وللأسف بيحتجزوها في قفص حديد في عربيتهم، وبنشوفها وهي بتودع عيلتها من فتحة صغيرة جدا في العربية للمرة الأخيرة. وبعد فترة مش كبيرة بنشوف الدكتور ويل وفرانكلين في المعمل وهم بيسموا القردة دي ببرايت ايز، وبعد كده بيقرروا يعملوا عليها تجربة، وهي انهم يدوها لعبة ذكاء ويشوفوها هتحلها ولا لأ. والغريب بقى يا صديقي انها بتعرف تحلها في اقل من ثانية واحدة بس، وده بيخلي الدكتور ويل هيتجنن، فبيقرر يروح جاري على المدير بتاعه اللي بيبقى اسمه ستيفن علشان يبلغه بنتائج التجربة. واول ما بيدخل مكتب ستيفن بيقول له الحق يا مدير، اللقاح اللي احنا شغالين عليه بقالنا 5 سنين بالفعل نجح اخيرا، وبيحكي له كمان على نتائج التجربة، وكمان بيطلب منه انه يوافق يجرب اللقاح على بني ادمين. ولكن ستيفن بيقول له القرار مش في ايدي يا معلم، احسن لك تعرض النتائج دي على الادارة، ولو عجبتهم التجربة اكيد هيوافقوا على طول. وتاني يوم بنشوف دكتور ويل وهو بيقدم التجربة قدام الإدارة، وبيقول لهم في العادة القرود مش بتعرف تحل ألعاب الذكاء، ولكن بعد ما ادينا جرعة من اللقاح اللي بيصلح أي خلل في المخ للقردة برايت ايز، القردة بالفعل قدرت تحل اللعبة في أقل من ثانية. وكمان بيعرفهم إن اللقاح ده ممكن يبقى علاج لمرض الزهايمر ويعمل طفرة في مجال الطب كله. وبعد كده بنروح للقردة برايت ايز وبنشوفها وهي بتتصرف بعدوانية شديدة لما بيحاول الدكتور كريس يخرجها من القفص بتاعها علشان تحل العاب الذكاء قدام الاداره يعني وتثبت نجاح التجربه. واول ما فرانكلين بيشوفها في الحاله دي بيجيب لها المشروب اللي بتحبه علشان تهدى، ولكن مفيش فايده وبتزقه وبتحاول ترجع للقفص من تاني. وهنا بيطلع فرانكلين المسدس بتاعه، واول ما برايت بتشوف المسدس بتهرب على طول. وفي نفس الوقت ده بيبقى دكتور ويل بيقدم للاداره الاثر السلبي الوحيد للقاح، وهو انه بيغير عيون القرد للون الاخضر. وبتقطع كلامه برايت ايز لما بتكسر ازاز اوضه الاداره وبتهجم عليهم، وقبل ما تأذي حد بتاخد طلقة من الأمن وبتقع على الترابيزة وبتتكل على الله. وطبعا دكتور ويل وأفراد الإدارة بيبقوا مش مصدقين اللي حصل، وبنشوف ستيفن وهو بيؤمر ويل وفرانكلين يلغوا كل التجارب اللي بيعملوها، فبيترجى فرانكلين إن هم يكملوا التجارب لأنها تعمل طفرة كبيرة جدا في مجال الطب. ولكن ستيفن بيرفض وبيقول له إن التجارب دي لو استمرت هتقفل لنا المختبر. ولما بيسأله ويل إذا كان يكمل تطوير اللقاح ولا لأ بيرد عليه ستيفن وبيقول له ما تكملش يابا اي حاجه، خلاص الموضوع انتهى. وبعد كده بنشوف فرانكلين وهو شايل قرد صغير، ولما بيشوف ويل بيفهم ان برايت كانت حامل وهاجمتهم علشان يسيبوها ترجع للقفص وتحمي ابنها، فبيسلم فرانكلين القرد لويل، ولكن بيرفض ويل في الاول، بس لما بيفكر بيصعب عليه وبيضطر انه ياخده. وبعد كده بيروح ويل على بيته بالقرد، ولما بيدخل للبيت بيلاقي والده تشارلز مش عارف يعزف على البيانو بسبب انه بيعاني من مرض الزهايمر، فبيحاول ويل يغير الموضوع وبيوري له القرد الصغير اللي بيعجب بيه جدا. وتاني يوم الصبح ويل بيصحى من النوم وبيلاقي القرد الصغير قاعد مع والده وبياكل نفسه بالرغم ان لسه عمره يوم واحد بس، فبيستغرب ويل جدا، ولكن بيلاحظ ان عينه لونها اخضر. ولو تفتكر معايا يا صديقي فهو ده الاثر السلبي للقاح، ومعنى كده ان اللقاح اتنقل للقرد الصغير من والدته برايت ايز. وبعد 3 سنين بنشوف القرد بعد ما كبر في بيت ويل اللي سماه سيزر، وبنعرف ان ويل علمه كمان لغة الإشارة، وكمان لاحظ إنه بيعرف يحل ألعاب الذكاء بسرعة رهيبة. وأثناء ما ويل بيسجل ملاحظاته عن القرد سيزر بيسمع صوت خناق جاي من أوضة والده، فبيروح جري على الأوضة، وهناك بيلاقي تشارلز ماسك لمبة من الممرضة بتاعته وبيكسرها، وده خلى الممرضة تخرج من الأوضة. وبتقول كمان لويل إن تشارلز محتاج يروح لدار رعاية، ولكن ويل بيبقى متعلق جدا بوالده فبيرفض الاقتراح ده، وبيقرر يسرق أنابيب من اللقاح المعالج لمرض الزهايمر اللي كانوا شغالين عليه، وبيحقن بيهم كمان والده قدام سيزر. وتاني يوم بيلاقي تشارلز بيلعب على البيانو بكل سهولة من غير أي معاناة، وبيلاحظ إن والده رجع لحالته القديمة قبل الزهايمر. وأثناء ما ويل بيشوف حالة تشارلز، سيزر بيبص من الشباك كالعادة وبيلاقي أطفال الجيران راكبين عجل وبيلعبوا، وده بيخلي سيزر متحمس جدا لدرجة إنه بيقع من الشباك وبيلاقي عجلة. ولكن للأسف بنت ووالدها دوجلاس بيشوفوه وبيطاردوا دوجلاس بعصاية تنس كده وبيضربوا. ولما بيشوفهم
بيقوم ويل بيزعق لدوجلاس وبياخد سيزر وبيروح يزور كارولين اللي بنعرف انها دكتوره في جنينه الحيوانات علشان تعالجه، واثناء ما بتعالجه بتنبهر بذكائه وبتتكلم مع ويل عنه. وبعد فتره ويل وكارولين بيقربوا من بعض وبنشوفها وهي في اوضه سيزر وبتنصح ويل يسمح لسيزر انه يخرج من البيت علشان يعيش حياه القرود العاديه، وفعلا بيعمل ويل بنصيحتها وبياخدوه كمان يلعب في جنينه خاصه كده. ولكن قبل ما سيزر ينطلق بيستأذن من ويل عن طريق انه بيرفع له ايده، فبيمسك ويل ايده كاشاره يعني انه موافق، وبعدها بينطلق سيزر وبيتسلق الاشجار. وبعد 5 سنين بنشوف سيزر وهو بيستمتع بحياته في الجنينه دي وبيتسلق كل الاشجار، ولكن بيبقى غيران من كارولين لانها بتبقى واخده اهتمام ويل كله، وده بيخلي سيزر يقطع اي لحظه يشوفهم فيها مع بعض. واثناء ما سيزر خارج مع ويل وكارولين من الجنينه بيهجم عليه كلب، فبيتعصب سيزر وبيهجم هو كمان على الكلب. وبعد ما بيخلص بيسأل ويل اذا كان عنده اهل ولا لا، فبيقول له ويل انا والدك، ولكن سيزر ما بيبقاش مقتنع بكلام ويل، فبياخده ويل المختبر وبيقول له والدتك ماتت هنا اثناء ما كان بيتعمل عليها تجربه، وبيشرح له كمان اكتر عن اللقاح. وفي البيت بنشوف ويل وهو بيقول لكارولين انه اخذ سيزر وهو صغير من المختبر علشان صعب عليه وما كانش يعرف اساسا انه عنده قدرات بسبب اللقاح اللي كان بيديه لوالدته، وبيقول لها ان الغرض من اللقاح ده تغيير حياه الناس اللي عندها زهايمر مش القرود. وفي نفس الوقت ده سيزر بيبقى سامعهم من الاوضه بتاعته، فبيقف قدام المرايه وبيزعل لانه مش فاهم اي حاجه. وتاني يوم الصبح على الفطار سيزر بيرفض الاكل، ولكن بنلاحظ ان والد ويل رجع له الزهايمر من تاني، فبيروح ويل المختبر علشان يعمل اختبار على دم والده، وبيكتشف ان دم والده طور جسيمات بتطرد اللقاح. وبعد كده بنشوف تشارلز وهو خارج من البيت وبيركب عربيه دوجلاس، ولكن للاسف لما بيمشي بيها بيخبط عربيه تانيه، وساعتها بيشوفوا دوجلاس وبيخرج وبيزعق له، وتشارلز ما بيبقاش عارف يرد عليه ولا يدافع حتى عن نفسه، وبيبقى سيزر بيتفرج عليهم من الشباك وبيتعصب جدا لدرجه انه بيخرج من البيت وبيهجم على دوجلاس علشان يجيب حق تشارلز. ولما بيهرب دوجلاس منه بينط سيزر عليه وبيعض صباعه، ولكن لما تشارلز بيزعق له بيحس سيزر بغلطه وبيروح وبيترمي في حضن تشارلز قدام كل الجيران. وبسبب الحادثه دي سيزر بينتقل لملجأ حيوانات تحت اداره جون وابن دوج. اما ويل بقى فبيبقى قلقان جدا عليه لانه ما تعاملش مع قرود قبل كده، ولكن جون بيطمنه وبيقول له هيتأقلم معاهم. وفي البدايه سيزر بيبقى فرحان جدا بالمكان، ولكن لما بيعرف انه هيفضل موجود لفتره طويله بيزعل جدا، وبيترجى ويل كمان انه ياخده معاه، فبيطمنه ويل وبيقول له ان انت هترجع معايا قريب. وبعد لما بيبعد ويل سيزر بيقعد يعيط وبياخده دوج علشان يحطه في القفص بتاعه مع باقي القرود. وبعد فتره بنشوف ويل وهو بيحاول ياخد اذن باطلاق سراح سيزر من الملجأ، ولكن بيلاقي ان مفيش امل. وفي البيت بنلاقي تشارلز زعلان على غياب سيزر، واثناء ما بيتكلم مع ويل بينسى هو كان بيقول ايه، وساعتها بيعرف ويل ان خلاص اللقاح ما بقاش يأثر في تشارلز والزهايمر رجع تاني، فبيقرر ان هو يتهور ويرجع يطور اللقاح. وبيروح لستيفن علشان يقول له انه جرب اللقاح على تشارلز ونجح، وكمان بيعرفه ان اللقاح ده ممكن يبقى طفره في تاريخ البشريه كلها. وفعلا بيقتنع ستيفن بكلامه وبيوافق على تطويره. وبنرجع لسيزر وهو في القفص بتاعه، وبنشوف دوج وهو بيعامله معامله الكلاب وبيديله كمان بواقي الاكل، ولكن سيزر ما بيبقاش متعود على الاكل ده فبيتف في وش دوج، فبيتضايق دوج جدا لدرجه انه بيمسك خرطوم ميه وبيرش سيزر لغايه ما بيترمي على الارض من كتر التعب. وبعد ما بيخرج دوج بيظهر على سيزر ملامح الحزن من قوه الالم لدرجه انه بيمسك طباشير وبيرسم على الحيطه الشباك بتاع اوضته في بيت ويل وبينام عليه. وفي نفس الوقت ده بنشوف مجموعه قرود بتدخل لمختبر ويل علشان يبدا تجاربه عليهم. وفي اول تجربه بيختار ويل القرد كوبا، وده لانه قرد بيعرف يسال عن الاكل لما بيكون جعان. واثناء التجربه كوبا بيخاف وبيخلع لفرانكلين الماسك بتاعه، وده بيخلي فرانكلين يتعرض للقاح. وبنرجع من تاني لملجأ الحيوانات، وهناك بنشوف سيزر وهو بينضم لاول مره لباقي القرود، ولكن بيجيله كبير القرود روكيت وبيحب يعمل عليه نمره كده علشان يثبت هيبته قدام القرود، ولكن سيزر بيتخانق معاه وبيشد له التيشيرت بتاعه وبيشيله وبيرميه على الارض، فسيزر بينط على الشجره ولكن روكيت بيطلع وراه، وده بيخلي سيزر يقع من على الشجره من كتر الخوف. وقبل ما روكيت يتخانق معاه بيضرب دوج عليهم طلقتين علشان يخدرهم. وبعد كده بنشوف ستيفن وهو داخل على ويل علشان يشوف نتائج التجربه، وبيتفاجئ لما بيلاقي كوبا بيكتب اسمه، واثناء ما بيعملوا باقي التجارب بيغطس فرانكلين دم. ودي بقى يا صديقي بتبقى بدايه النهايه. وبالليل بنلاقي القرد موريس وهو بيحاول يطمن على سيزر باستخدام لغه
لغة الإشارة، وده بيخلي سيزر يفكر ازاي اساسا موريس عارف لغة الإشارة، ولكن بنعرف ان موريس اتعلمها في السيرك اللي كان بيشتغل فيه. وفي نفس الوقت ده بنشوف دوج وهو بياخد قرد علشان يبعته لمختبر ستيفن، وبيقول موريس لسيزر ان البني ادمين هناك مش بيحبوا القرود الاذكياء وبياخدوهم كمان وبيعملوا عليهم تجارب. وتاني يوم بنشوف كارولين وويل وهم رايحين يزوروا سيزر، واول ما بيشوفوه سيزر بيعيط وبيقول لهم انه بيتعذب في الملجأ ده. وطبعا ويل مش بيستحمل كلام سيزر وبيمسك ويل علشان يديله علقة موت، ولكن بيتدخل جون وساعتها بيحاول ويل ياخد سيزر، ولكن جون بيقول له بتعمل ايه يابا؟ انت علشان تقدر تاخد سيزر فمحتاج تجيب لي اذن من المحكمة بالافراج عن سيزر. وفي نفس الوقت ده سيزر بيترجى ويل ياخده للبيت، ولكن ويل بيوعده انه هياخده ولكن مش دلوقتي. فبيعيط سيزر وبيحس ان ويل خلاص ما بقاش عايزه، فبيدخل القفص بتاعه وبيمسح شباك بيت ويل من على الحيطة. ولما بتتجمع القرود في ملعب الملجأ بيطلع سيزر على شجرة وبيلاحظ ان في غوريلا كبيرة اسمها باك، وحكايتها بقى حكاية لان ممنوع تطلع من القفص بتاعها تلعب مع باقي القرود. وبالليل بنلاقي دوج مجمع صحابه وداخلين على اقفاص القرود وبيضايقوا فيهم، ولما واحد منهم بيقرب من قفص سيزر بيمسكوا سيزر وبيسرق منه آلة حادة. وبعد ما بيمشوا وكل القرود بيناموا بيفتح سيزر قفل القفص بتاعه وبيخرج، وساعتها موريس بيشوفه ولكن بيطلع جدع ومش بيبلغ عنه. ولما سيزر بيخرج بيروح لقفص بيك وبيفتح قفل القفص بتاعها وبيصحيها، واول ما بتشوف الباب مفتوح بتبقى مش مصدقه نفسها وبتطلع تلعب في الملعب وبتصرخ باعلى صوت من الفرحه وبتشكر سيزر. وبعد كده بيروح سيزر لقفص روكيت وبيطلعه، وساعتها بقى بيتصالحوا، ومن فرحه روكيت بيعلن ان سيزر يبقى ملك القرود. وبنرجع تاني لويل وبنشوفه وهو بيحاول يدي تشارلز اللقاح الجديد، ولكن تشارلز بيرفض ياخده. وبعد كده بينام وويل جنبه، وتاني يوم الصبح بيصحى ويل وللاسف بيلاقي والده توفى جنبه. وبعد ما بتخلص الجنازه بيلاقي صوره ليه هو وسيزر، وساعتها بيحس بحزن شديد، ولكن كارولين بتقوله لازم تتقبل الوضع يا عزيزي. وبيروح ويل للمختبر وبيكتشف ان ستيفن هيبيع اللقاح المتطور للبشر، فبيحذره وبيقول له ان هم لسه ما يعرفوش الاثار الجانبيه للقاح على البشر. ولكن ستيفن بيقول له يابا سيبها على الله، ده انت جربتها على ابوك. ولكن ويل مش بيوافقه وبيقول له بقول لك ايه يابا، انا هستقيل. اقول لك حاجه، الغي يا عم رحلتي. اما بقى فرانكلين فبتبقى حالته بتسوء يوم عن يوم، وكل ده بسبب تعرضه للقاح يا صديقي. حبيت يعني افكرك لو انت كنت نسيت. المهم بيروح لبيت ويل علشان يطلب المساعده، ولكن للاسف ما بيكونش موجود. واثناء ما هو خارج من بيت ويل بيقابل دوجلاس، وساعتها بيعطس عليه دم. وبعد كده ويل بيروح وبيترجى جون يطلق سراح سيزر، وبعد محاولات كتير اخيرا بيوافق. ولكن لما بيروح ويل لقفص سيزر بيقفل الباب في وشهم وبيرفض يروح معاه البيت. وبالليل سيزر بيؤمر روكيت يوزع بسكوت على باقي القرود في القفص علشان يكسب الثقه بتاعتهم. وتاني يوم الصبح بنسمع سيزر وهو بيقول لموريس ان القرد الوحيد بيبقى ضعيف، ولكن وجوده مع مجموعه بيقويه، وده سبب انه وزع عليهم بسكوت. وبعد ما بيمشي موريس بيلاحظ سيزر ان الحارس رودني بيكتب كود علشان يقفل باب الملجأ. وبالليل بقى عم سيزر بيكتب نفس الكود وبيفتح باب الملجأ وبيروح لبيت ويل، ولكن للاسف بيسرق انابيب من اللقاح لانه بيبقى معتقد ان اللقاح ده هيخلي القرود اذكياء. وبعد ما بيخلص بيرجع من تاني على الملجأ وبيجرب اللقاح على كل القرود. وتاني يوم بيتأكد سيزر من نجاح اللقاح لما بيلاقي عيون القرود كلها اتحولت للون الاخضر، ده كمان بيقدروا يتحدوا مع بعض. وفي نفس الوقت ده بنلاقي فرانكلين ميت في سريره. وبالليل بنشوف سيزر وهو رافض يسمع كلام دوج وبيرجع للقفص بتاعه، فساعتها دوج بيقول لسيزر انه قرد قذر، ولكن سيزر بيرد عليه وبيقول له لا، وبيضربه كمان ضربه بيخليه يفقد فيها الوعي، وده بيخلي كل القرود تهرب من الاقفاص. ولما بيشوفهم رودني بيهاجموه وبيحبسوه في القفص. وبعد ما بيصحى دوج بياخد العصايه الكهرباء بتاعته، ولكن سيزر بيرش عليه ميه، وده بيخلي دوج يتكهرب ويتكل على الله. وبعد كده بتستغل القرود الفرصه وبيتقسموا الفريقين، فريق بقياده سيزر وفريق بقياده بيك، والاتنين بيهربوا من الملجأ. وتاني يوم الصبح بيصحى ويل وبيلاقي اوضه سيزر مفتوحه، فبيتصل بالملجأ ولكن محدش بيرد عليه، فبياخد كارولين وبيروحوا للملجأ. وهناك بيلاقي الدنيا متدمره وجثه دوج على الارض وجنبها انابيب اللقاح. وساعتها بيشوفهم رودني وبيقول لهم سيزر خلاص اتجنن. وبعد كده بنشوف القرود وهي بتهجم على المختبر وبيكسروا كمان كل الاجهزه، وبيحرر سيزر كل القرود ومن ضمنهم كوبا. وفي الوقت ده بيبقى ستيفن واصل للمختبر، ولكنه بيلاقي القرود مدمره المكان ومتجمعه حواليه، فبيهرب وبيركب طيارته الخاصه. وبعد ما بتمشي القرود من المختبر بيروحوا على جنينه الحيوانات وبيحرروا كل القرود هناك،
وبياخدوا كمان اسياج الاقفاص علشان يستخدموها كاسلحه وبينتشروا كمان في المدينه كلها. ولكن قرد من القرود بتاخدوا شرطه السيطره على الحيوانات، ولكن سيزر بيتصرف في نفس الوقت ده وبيحدف كمان اسياج الاقفاص على كاوتشات عربيه الشرطه. وساعتها بقى بيخرج القرد من العربيه، وبعدها بيروحوا على المكاتب وبيدمروها، وبيمشوا كمان على العربيات وبيسيطروا على المدينه كلها. ولما بتوصل الشرطه بيك وسيزر بيقوموا بالواجب معاهم وبيدمروا كمان عربياتهم. اما بقى ستيفن فبيشوف القرود من طيارته، وبنلاقي مجموعه من الشرطه مستنيين القرود توصل لنهايه المدينه علشان يخلصوا عليهم. ولكن سيزر بيطلع اذكى منهم وبيأمر القرود ينطوا على كوبري في المدينه ويلهوا الشرطه. وساعتها بيبقى ويل مش مصدق اللي بيحصل بين القرود والبشر. وبعدها بنشوف سيزر وبيك وهم بيربوا الشرطه، وقبل ما بيك يخلص على واحد من الشرطه سيزر بيأمره يقف، وفعلا بيك بينفذ الامر. وفي نفس الوقت بيتصاب قرد من القرود وده بيخلي موريس يغضب جدا، وبيأمر كمان القرود يقلبوا باص علشان يستخدموه كساتر يحميهم من طيارات الشرطه. وبعد كده بنشوف سيزر راكب على حصان وبيأمر باقي القرود يهجموا على الشرطه. وهنا للاسف بتحصل بينهم معركه شرسه جدا، فبيقرر ويل يتدخل وبينادي على سيزر بعد ما بينزل من العربيه. فالمعركه بتقف لثواني كده، ولكن بتستغل الشرطه الموقف ده وبيضربوا على القرود. وعلشان يحمي بيك صاحبه سيزر بيضحي بحياته وبينط كمان على الطياره اللي جاي منها ضرب النار وبيدمرها، ولكن للاسف الشديد بيموت. وبعد ما المعركه بتخلص بيروح سيزر وبيطلعه من الطياره وبيموت وهو ماسك ايده. في نفس الوقت ده بيبقى ستيفن بيصرخ علشان اي حد ينقذه قبل ما الطياره تقع في البحر، ولكن سيزر بيسيبه وبيمشي. اما كوبا بقى فبيرمي الطياره في البحر، وبعد كده بيروحوا على الغابه. وطبعا ويل بيروح وراهم وبينزل من العربيه وبينادي على سيزر، ولكن كوبا بيشوفه فبيوقعه على الارض. وساعتها بقى بيجي سيزر وبيوقع كوبا وبيتكلم كمان مع ويل. فويل بيقول له لو انت جيت معايا البيت اوعدك ان انا هحميك، ولكن سيزر بيقول له هنا بيتي. وبعد كده بيسيبه وبيمشي. وفي النهايه بنشوف دوجلاس وهو في المطار وبيعطس دم، ولكن مش بيهتم بيه علشان اساسا هو ما يعرفش انه اتصاب باللقاح وهيعيش ايام سودة جدا. ويبدا فيلمنا بقبائل من القرود بيلعبوا على الشجر في الغابه، وبنعرف ان هم عايشين في كل سعاده. ده كمان طوروا وسائل للتواصل مع بعض، وده خلاهم يعملوا حضاره ويتحدوا مع بعض. وبعد كده بنشوف القائد سيزر مع ابنه بلو ايز وهم متحدين مع كل قرود القبيله ورايحين يصطادوا في اخطر منطقه في الغابه. وبعد ما بيخلصوا المهمه بنجاح بيركبوا الاحصنه بتاعتهم وبيروحوا على بيوتهم اللي بتبقى مبنيه من خشب في الغابه. وهناك بنعرف ان القرود عاملين حضاره متطوره جدا، وده لانهم مقسمين نفسهم لقبائل وماشيين على نظام، وكمان عندهم نظام تعليمي بيتعلموا فيه الحروف الابجديه واسلحه الصيد ومروقين على نفسهم، على عكس البني ادمين اللي حالتهم اتدورت على الاخر. وهقول لك ازاي يا صديقي مش هسيبك، ولكن خلينا قدام شويه. المهم اول ما بيوصلوا للبيت سيزر بيشوف مراته وهي بتولد ابنهم الثاني، وبيروح وبيقول لابنه على وجود اخوه. وبالليل بيتكلم موريس مع سيزر عن الاحوال اللي وصلت لها حضرتهم، وبعد كده بيسال سيزر وبيقول له هو انت لسه بتفكر في البني ادمين ولا ايه؟ فبيرد عليه سيزر وبيعرفه انه بيفكر فيهم لما بيبقى فاضي، وكمان بيقول له ان الفرق الوحيد بين البشر والقرود ان البشر بيدمروا في بعض، ولكن القرود بيتحدوا مع بعض كانهم شخص واحد. وبيبقى سيزر بيفكر اذا كان البشر انقرضوا ولا لا، فموريس بيقول له احنا بصراحه ما شفناش بشر بقالنا اكتر من 10 سنين. وفي يوم من الايام بنشوف قردين وهم راجعين من مهمه صيد، وفجاه بيقابلوا راجل غريب كده، ولما الراجل بيشوفهم بيترعب وبيطلع سلاحه وبيهددهم، وللاسف بيضرب طلقه على واحد منهم. واول ما بتسمع القرود صوت ضرب النار بيتضايقوا جدا وبيقرروا يروحوا يشوفوا الكلام على ايه. واول ما بيوصلوا هناك بنعرف ان الراجل ده مش لوحده ومعاه كمان 6 رجاله تانيين، وبيتكلم القائد مالكوم وبيقول لهم احنا مش عايزين نأذي حد. وساعتها بيبص لسيزر، فسيزر بيفهمه وبيأمر باقي القرود ترجع لبيوتها مره تانيه، ولكن قبل ما ترجع القرود لبيوتها بيطاردوا البني ادمين وبيخوفوهم لدرجه ان هم بيسيبوا شنطهم وبيمشوا على طول. وساعتها بياخد سيزر الشنط وبيأمر القرد كوبا و2 اصحابه يروحوا ورا مالكوم. وبعد كده بنشوف مالكوم واصل لبوابه الخيم اللي البشر بقت عايشه فيها بعد ما انتشر اللقاح في الجزء الاول وخلص على معظم البشر. وبيقابل القائد دورفس وبيقول له السد اللي موجود في الغابه ممكن يولد كهرباء للخيم كلها، ولكن في مشكله صغيره كده، وبيحكي له عن القرود. فبيرد عليه دورفس وبيقول له ما تجيبش سيره القرود قدام حد علشان احنا بصراحه مش ناقصين قلق. وبالليل بنشوف سيزر عامل اجتماع مع باقي القرود وبيتناقشوا هيعملوا ايه مع البشر، فبيقترح مجموعه من القرود
القرود يدخلوا في حرب مع البشر لانهم كانوا بيعملوا عليهم تجارب، ولكن سيزر بيبقى رافض الفكره لانهم لو دخلوا الحرب اكيد هيخسروا وكل اللي بنوه هيتهد على طول. وبعد ما بينتهي الاجتماع بيروح كوبا وبيتكلم مع سيزر وبيقول له كمان البشر وحشين جدا وكانوا بيعملوا علينا تجارب ولازم نثبت لهم ان احنا اقوياء بما فيه الكفايه. فبيتحمس سيزر من كلام كوبا وبيأمر باقي القرود يجهزوا الاحصنه علشان هيروحوا عند خيم البشر. واول ما بيوصلوا القرود البشر بيتجمعوا عند البوابه على طول بسبب ان عندهم فضول يعرفوا ايه اللي هيحصل. وبنشوف سيزر وهو بيقول لهم احنا مش عايزين نبدا الحرب، ولكن لو انتوا عايزين فاحنا مستعدين. وقبل ما يمشي بيرجع شنط مالكم واصحابه وبيقول لهم ما تجوش عندنا تاني. وبعد كده بيمشي هو والقرود. وساعتها البشر بيجي لهم حاله ذعر بسبب التهديد ده، ولكن دورفس بيجمعهم وبيقول لهم ما تقلقوش من اي حاجه، كده هنلاقي مصدر للطاقه والكهرباء غير السد ده. وبعد ما الاجتماع بيخلص بيروح مالكم لدورفس وبيعرفوا ان مفيش حل لتوليد الطاقه غير السد اللي في الغابه. فبيرد دورفس وبيقول له كده هنحتاج ندخل في حرب مع القرود، ولكن مالكم بيقول له البشر عددهم قليل قوي ولو دخلنا فهنخسر قدامهم. وبيطلب منه كمان يديله 3 ايام يروح يتكلم مع سيزر، وده لانه شايف ان سيزر ده مش مجرد قرد عادي وممكن كمان يقتنع بالكلام ده. وبالفعل بيوافق دورفس وبيبدا مالكم يحضر لرحلته وبياخد معاه مراته إيلي وابنه الكسندر و3 من اصحابه للغابه. وبعد فتره بيوصلوا لمكان القرود، ولكن للاسف اليوم ده بيبقى مطره شديده. فبيقول مالكم لمجموعته خليكوا في العربيه وانا هروح اتكلم معاه، ولو ما رجعتش في خلال ساعتين ارجعوا انتوا بقى المخيم من غيري على طول. ولما بيوصل عند بوابه القرود بيلاقي نفسه في وسط قرود عايز اتخلص عليه، وبياخدوه بالفعل علشان يدخلوه لباقي القرود. فبيرفع مالكم ايديه الاثنين كاشاره للاستسلام يعني. وفجاه وسط كل القرود بيظهر سيزر، ولما مالكم بيشوفه بيترجاه انه ما يقتلوش وبيقول له كمان انا جاي اوريك حاجه كده. ولحسن الحظ بيوافق سيزر وبيروح مع مالكم للسد. وساعتها بيفهم سيزر ان هم عايزين يولدوا كهرباء من السد، فبيفرح مالكم جدا وبيقول له على فكره احنا مش ناويين ناذيكوا، ولو حد من البشر اتعرض لكم ساعتها تقدروا تخلصوا عليا انا. فبيقتنع سيزر بكلامه وبيسمح لهم يشتغلوا على السد، ولكن بشرط يسيبوا اسلحتهم بره الغابه. وبعد ما بيخلصوا اتفاق بيروح كوبا وبيتكلم مع سيزر وبيقول له لو البشر ولدوا الكهرباء فهيرجعوا يتحكموا في العالم من تاني، وساعتها هم بقى اللي هيبقوا خطر علينا. ولكن سيزر بيرد عليه وبيقول له انا وافقت على الاتفاق ده علشان اعمل سلام بين البشر والقرود. بس كوبا بيظهر عليه ملامح الغضب ولكن مش بيقدر يتكلم لان سيزر هو المسيطر. وتاني يوم الصبح اثناء ما البشر بيشتغلوا في السد تحت اشراف سيزر بيروح كوبا مع اصحابه لمخيم البشر من غير ما يقول لسيزر، وهناك بيكتشف مكان الاسلحه. ولما بيجرب يروح بيشوفوه 2 من امن المخيم، ولكن كوبا بيعمل نفسه عبيط فبيسيبوه يمشي. وبنرجع تاني لشغل مالكم واصحابه، واثناء ما هم بيشتغلوا في انابيب السد بتحصل حادثه وبيتجرح واحد من اصحاب مالكم اسمه كريف. ولما القرود بتسمع صوت الحادثه بيجروا علشان يساعدوا مالكم واصحابه، فبيشكر مالكم سيزر والقرود على مساعدتهم دي، وبيطلب كمان من سيزر وقت اضافي للسد. وفي نفس الوقت ابن سيزر الصغير بيظهر، وللاسف بيكتشف سلاح كده في شنطه كريف، وده بيخلي القرود في حاله جنون وبيحاوطوا مالكم واصحابه. فبيزق كريف القرد الصغير وبيمسك السلاح علشان يهدد به القرود. وساعتها سيزر مش بيسكت وبياخد كمان السلاح من كريف وبيفقده الوعي، وبعد كده بيصوب بالسلاح على كريف، ولكن مالكم بيقطعه وبيترجاه يسيبه. فبيصوب سيزر عليه وبيفكروا انه قال لهم لو حصل اي اذى يبقى اقتلوني انا، ولكن سيزر بيرحمه وبيكتفي بانه يرمي السلاح في النهر وبيطرد مالكم واصحابه من الغابه. ولكن مالكم بيقرر يروح لسيزر بيته وبيلاقي مراته تعبانه، فبتستغل إيلي الموقف وبتعرض على سيزر انها تساعد مراته. فبيوافق سيزر وفعلا مراته بتخف، فبيقرر يشكرهم وبيسيبهم يوم كمان يشتغلوا في السد ده. كمان امر القرود تساعدهم، فبيأمر مالكم صاحبه كريف انه ما يتحركش من العربيه لغايه ما يخرجوا من الغابه. وبعد فتره بيوصل كوبا للغابه وبيبلغ سيزر بالاسلحه اللي في مخيم البشر، وبعدها بيروح عند السد وبيهين أليكس ابن مالكم. فبيتدخل مالكم وبيطلب منه يوقف اللي بيقوله ده، ولكن كوبا بيهجم عليهم. بس موريس بيتدخل في الوقت المناسب وبيحمي مالكم واصحابه من كوبا. في نفس الوقت ده بيظهر سيزر علشان يعرف الكلام على ايه، ولكن كوبا بيقول له انت قرد مش مسؤول لانك فضلت البشر عننا. واول ما بيسمع سيزر الكلام ده بيضايق جدا وبيضرب كوبا، ولكن كوبا ما بيعرفش يقوم تاني. فبيستغل سيزر الفرصه دي وبيخنق كوبا، بس قبل ما يخرج اخر نفس بيفتكر سيزر قواعدهم اللي بتقول ان القرد ما ينفعش يقتل قرد زيه، وساعتها بيسيب كوبا. وهنا بيقوم كوبا من على الارض وبيعتذر لسيزر. وبالليل بنشوف كوبا وهو بيتكلم مع بلو ايز
موريس وبيقول له انا خايف من ثقة سيزر الزيادة في البني ادمين ترجعنا تاني فران تجارب للمختبرات، ولازم نشوف حل بقى. وتاني يوم بنشوف موريس وهو رايح يقابل أليكس، ولما بيشوفوا أليكس بيديله كتاب يقرأه كشكر على إنقاذه من كوبا، وبيقعد الاتنين يقرأوا الكتاب مع بعض. في نفس الوقت ده كوبا بيبقى بيعمل مصيبة، لأنه بيروح لمكان أسلحة البشر في المخيم من تاني، وبيسرق كمان سلاح، وهناك بيخلص على واحد من الأمن ده كمان بياخد السلاح معاه للغابة. وساعتها مالكوم وأصحابه بيبقوا خلاص صلحوا السد، وبيبلغوا كمان سيزر وبيسلموا على بعض، وبيقرر سيزر يمشي معاهم لغاية البوابة. ولكن فجأة بيظهر كوبا وبيضرب سيزر بالنار وبيستخبى. وفي نفس الوقت قرد من أتباع كوبا بيحرق البيوت المبنية من الخشب أثناء ما القرود فيها، وده بيسبب فوضى كبيرة. وساعتها موريس بيطلب من مالكوم وأصحابه يمشوا من الغابة، فبيستغل كوبا الفوضى دي وبيقف في نص المخيم وبيطلب من القرود كلها تبدأ حرب على البشر. وفي الوقت ده البشر في المخيم بيبقوا مبسوطين برجوع الكهرباء، ولكن بيتفاجئوا بأن القرود هجمت وسرقت كل الأسلحة من المخيم. ولما بيعرف دورفس بيفضي المخيم من البشر كلهم، وبيطلب من الأمن كمان يستعد علشان خلاص هيحاربوا القرود. ولكن القرود كلها بتيجي بالإحصنة وفي إيديهم الأسلحة وبتضرب نار من غير توقف، وده بيخلي أمن المخيم ياخدوا ساتر، ولكن مش لفترة طويلة لأنهم بيرجعوا يضربوا نار على القرود. وهنا بتحصل بينهم معركة شرسة جدا. وأثناء المعركة بنشوف كوبا وهو بيركب على حصان وبيمسك ببندقيتين كده وبيضرب نار بسرعة رهيبة على البشر. أما دورفس بقى فبيحضر قنبلة وبيحدفها على القرود، وساعتها بيفقد الأمل لما بيلاقي إن القرود عددهم أكتر من البشر، خصوصا إنهم عرفوا يقتحموا خط الحماية الأول للمخيم. ولكن بيحس كده ببريق أمل لما بيلاقي دبابة داخلة المخيم وبتخلص على القرود. بس للأسف لما بيلاحظ كوبا دخولها بيهجم على السواق وبيضرب كمان كوبا على البشر. وساعتها دورفس ما بيبقاش عارف يعمل إيه علشان يحمي شعبه من الهجوم. وتاني يوم الصبح مالكوم وأصحابه بيلاقوا سيزر مرمي في الغابة ومجروح بسبب الطلقة اللي أخدها، فبياخدوه في عربيتهم وبيحكي لهم على اللي حصل. في نفس الوقت ده القرود بتبقى ازدادت قوة وبيطاردوا البشر في كل مكان، واللي بيقف في طريقهم بيخلصوا عليه. وأثناء المطاردة بيؤمر كوبا قرد يخلص على واحد من البشر، ولكن القرد بيرفض وبيقول له الكلام ده ضد قوانين سيزر. فبيغضب كوبا وبيتعصب وبيمسك القرد وبيرميه من على السلم، وللأسف القرد بيموت. وبعد ما بيتأكد كوبا إنه مات بيخوف باقي القرود وبيقول لهم أنا الملك هنا. في نفس الوقت ده بنشوف سيزر وهو واخد مالكوم ورايحين على بيته القديم بتاع دكتور ويل. حبيت بس أفكرك كده يا صديقي إن ده بتاع دكتور ويل لو أنت نسيت. المهم لما بيوصلوا بيقرر مالكوم إنه يروح الملجأ يجيب شنطة الإسعافات الأولية علشان يعالج سيزر، ولكنه ما كانش يعرف إن القرود استولت على الملجأ وحبست البشر في أقفاص حديد. ومش بس كده، ده كمان كوبا بعت باقي القرود علشان يشوفوا لو في بشر تانيين علشان يحبسوهم. وبنتفاجئ لما بنلاقي موريس وباقي القرود اللي بيحبوا سيزر محبوسين بأمر من كوبا. وفي الوقت ده مالكوم بيبقى واصل للمخيم واخد الشنطة، ولكن في طريق رجوعه بيلاقي قرد ماسك سلاح وبيقرب عليه. ولكن لحسن الحظ بيطلع بلو ايز ابن سيزر وبيقرر يخرج مع مالكوم لما بيسمع ان ابوه لسه عايش. وبالليل بنشوف بلو ايز وسيزر مع بعض وبيفضل يحكي له كمان عن اللي كوبا عمله في البشر. وهنا بيقرر سيزر يوقف كوبا عند حده. وتاني يوم بالليل بينفذ بلو ايز خطة كده بيقدر من خلالها يخرج القرود وشوية بشر من الأقفاص اللي محبوسين فيها، وبيقدر كمان انه ياخدهم لبيت دكتور ويل اللي بيبقى سيزر موجود فيه. وبيبلغ بلو ايز ابوه بالجريمة اللي كوبا هيرتكبها، فبياخدوا بعضهم كلهم وبيروحوا على المخيم عن طريق الأنفاق اللي كانت تحت الأرض. وأول ما بيطلع كوبا من النفق بيتبادل النظرات مع صاحب عمر كوبا، وبيقترح عليه كمان يعملوا تحدي ويشوفوا مين الأقوى. وبيبدأ كوبا يضرب في سيزر لغاية ما بيقعوا هما الاتنين، وبعد ما بيستعيدوا قوتهم بيرجعوا يتخانقوا تاني وبيقعوا تاني برضه، ولكن ساعتها بيتجرح كوبا. وفي الوقت ده بيحاول مالكوم يقنع دورفس يدي فرصة للقرود وما يفجرش المكان. وبنرجع من تاني لكوبا وهو بيضرب سيزر بالعصاية الحديد على البرج، وسيزر بيحاول يحمي نفسه عن طريق انه ينط من مكان للتاني لغاية ما بيقدر انه يمسك سلم حديد وبيدافع عن نفسه قدام كوبا. وبيقول له كمان يا عم انا غلطان علشان اعتبرتك زي اخويا، ولكن كوبا بيقول له انا بعمل كده على فكرة لمصلحة القرود. وساعتها بيكمل ضرب في سيزر، ولكن هنا جروحه بتوجعه شوية، فبيستغل سيزر الفرصة دي وبيضربه بالعصاية الحديد على الجرح بتاعه وبيديله كمان العلقة التمام. ولسوء الحظ كوبا بيستعيد قوته وبيضرب سيزر. وفي الوقت ده دورفس بيخدع مالكوم وبيفجر البرج اللي فيه القرود، والطريقة دي
دي بتموت عدد كبير من القرود، ولكن سيزر بيقدر انه ينجو، وللاسف كوبا كمان هو بينجو وبياخد سلاح كمان من قرد ميت كده وبيضرب على سيزر، ولكن للاسف الطلقه بتيجي في موريس، وده بيجنن سيزر اكتر وبيخليه ينط من فوق البرج علشان يوقع كوبا، وفعلا بيقع كوبا من فوق البرج، ولكن سيزر بيمسك ايده بس بيسيبها لما بيفتكر انه خانه قبل كده، وبعد كده بياخد سيزر القرود وبينزلوا من البرج اللي بيبقى خلاص اتدمر، وبيلاقوا كمان مالكوم فبينقذوه، وساعتها مالكوم بينصحه يهرب لان دورفس اكيد هيجيب باقي البشر وهيخلصوا على كل القرود اللي لسه موجوده، فسيزر بيسلم عليه وبيخرج علشان يجمع باقي القرود حواليه، وهنا بيبص للشمس علشان يعرف الكارثه اللي جايه في الطريق. اهلا بيك يا صديقي الجميل في ملخص جديد، بس قبل ما نبدا ما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناه علشان يوصلك ملخصات اجدد واجدد، وما تنساش طبعا تكتب لي الايموجي ده في الكومنتات علشان اعرف انك من الابطال اللي اتفرجوا علينا. ومن غير كلام كتير يلا بينا ندخل في المفيد. بتبدا حكايتنا من 15 سنه لما البشر حبت تعمل تجربه ولكن اتقلبت ضدهم، وطلع الناتج من التجربه دي جنس من القرود الذكيه، واللي بداوا يدمروا معظم البشر عن طريق فيروس اسمه انفلونزا سميان. وبعد ما القرود عملوا حضارتهم بقياده قائدهم اللي اسمه سيزر، الامور هديت شويه وبدا اللي باقي من البشر يعيشوا حياتهم، بس الحرب الحقيقيه بدات لما بقى في قرد متمرد اسمه كوبا، وده بقى قائد لقرود المتمردين، وعملوا كمان هجوم انتقامي من البشر. فوقتها البشر بعتوا نداء استغاثه لقاعده عسكريه في الشمال، ودي قاعده بتجمع كل الجنود اللي فاضلين من الجيش الامريكي، وفعلا اتبعت عقيد قوات خاصه مع الكتيبه بتاعته علشان يعملوا اباده للقرود. بنبدا بقى فيلمنا بشويه جنود وهم بيدوروا على القرود في الغابه، ولما بيلاقوهم بيشوفوا قرد منهم معاه سلاح، وبيكتشفوا ان في خندق اكيد باقي القرود مستخبين فيه، ووقتها الجندي بيكلم العقيد وبيبلغوا باللي شافه، فبيأمروا ان هم يقتلوا القرد المسلح الاول ويدمروا الخندق، وفعلا الجنود بتنفذ تعليمات العقيد وبيقتلوا عدد كبير جدا من القرود، ولكن بيهرب قرد منهم وبينادي على باقي القرود اللي بيتجمعوا باسلحتهم وبيهجموا على جنود البشر وبيخلصوا عليهم، ولما بيلاقوا جندي لسه عايش بياخدوه معاهم، وساعتها بيجي سيزر القائد بتاع القرود، واول ما الجندي بيشوف سيزر بيتصدم وبيقول له ان هم فاكرينه ميت، وده لانهم دوروا عليه في كل مكان ولكن ما قدروش يلاقوه، بس العقيد بتاعهم كان متاكد انه موجود في الغابه هنا، وبيكمل كلامه وبيقول له لو كنت هتقتلنا فاقتلنا بقى وخلاص. فوقتها بيتكلم سيزر وبيقول له انه مش في حرب معاهم، واللي بدا الحرب دي كان القرد المتمرد اللي اسمه كوبا، وانه قتل كوبا بنفسه علشان ينهي الحرب دي، ودلوقتي هو بيدافع عن نفسه وعن القرود. فالجندي بيقول له ان في قرود اصلا بتساعد البشر، والقرد اللي اسمه دونكي ده يبقى واحد منهم. فسيزر بيعرفوا ان دونكي كان من اتباع كوبا، فبيساعدوا البشر علشان يقتلوا سيزر لان هم خايفين منه، وبعدها سيزر بيؤمر القرود بتاعته ان هم يسيبوا الجنود ترجع لكتيبتها من غير ما يقتلوهم، وبيبعت معاهم رساله للعقيد بتاعهم وبيقول له يسيب الغابه للقرود والحرب هتخلص. في اللحظه دي بيجي القرد اللي اسمه ويبتر واللي كان مسؤول عن دونكي، وبيقول لسيزر ان دونكي هاجمه وضرب وهرب، فبياخد سيزر القرود بتاعته المصابه علشان يتعالجوا جنب البحيره، ووقتها بيلاقوا حد داخل عليهم وبيبقوا فاكرينهم جنود بشريه، ولكن بيطلع ابن سيزر وصاحبه راجعين بعد رحله استكشاف، وبعدها بيتجمع مع باقي القرود وبيعرفهم انه اكتشف مكان بعيد عن الغابه وبعيد عن البشر وينفع يعيشوا فيه. فوقتها ويبتر بيقول ان هم لازم يتحركوا دلوقتي للمكان ده، وبيبقى خايف جدا من الجنود، ولكن سيزر بيعترض وبيقول له ان هم محتاجين يحطوا خطه يوصلوا بيها للمكان من غير ما يلفتوا النظر، وده لان عددهم كبير جدا. وبالليل بيقعد سيزر يفكر وهو قلقان على مراته وابنه الصغير، وفجاه بيشوف ضوء اخضر، ولما بيروح يستكشف بيلاقي احبال، فبيعرف ان جنود البشر وصلوا لهم خلاص، فبيصحي ابنه وبيقول له يخلي باله من امه واخوه، وبعد كده بيخرج في صمت لباقي القرود وبيعرفهم ان الجنود وصلوا لهم، وبيقول لهم يحاولوا ما يعملوش اي صوت، وبيبداوا يصطادوا الجنود في كل هدوء ويقتلوهم. بس بيسمع سيزر من جهاز ارسال جندي من الجنود صوت العقيد وهو بيتكلم، فبيجري سيزر بسرعه على مراته واولاده، ولكن بيلاقي العقيد قتلهم وهرب، فبيحاول سيزر يروح وراه وبيمسك في حبل الطياره، ولكن العقيد بيقطع الحبل فبيقع سيزر في النهر. وبعد كده بيكتشف ان ويبتر مش موجود في وسطهم، وبيعرفوا ساعتها انه خاين، ولكن مش بيهتم بالكلام ده كله، وبيبقى قلقان على ابنه الصغير لانه مش موجود، وهنا بيؤمر كل القرود يدوروا عليه لحد ما بيلاقيه، فبيطمن سيزر انه لسه عايش وفي امان. وتاني يوم بيجهز كل القرود علشان يتحركوا من الغابه لانها ما بقتش امان، وبيبداوا في رحلتهم بعد كده للمكان اللي ابن سيزر اكتشفه،
وساعتها سيزر بيقرر ما يروحش معاهم غير لما ينتقم من العقيد لمراته وابنه، وبيقول لهم كمان يخلوا بالهم من ابنه الصغير. وبعد ما بيمشي بيلاقي 3 قرود بيحصلوه وبيقولوا له ان هم مش هيسيبوه ابدا لوحده لانه القائد بتاعهم ومش عايزين يفقدوه. وواحد من القرود دي اسمه لوكا، فبيقول لسيزر انه عارف مكان معسكر جنود البشر وهيوصلوا ليه. وبعدها بيتحركوا لحد ما بيلاقوا كوخ فبيتسحبوا كده، وفجأة بيظهر قدامهم بشري وقبل ما يقتلهم بينقذهم سيزر. وبعدها بيدخلوا للكوخ وبيدوروا على اي حاجة تنفعهم، وهناك بيلاقوا طفلة صغيرة بس بيتفاجئوا انها مش بتعرف تتكلم، فبيعرفوا انها مصابة بانفلونزا سميان، وده فيروس بيخلي البشر يفقدوا الحاجات اللي بتميزهم عن الحيوانات، يعني بيخليهم ما يعرفوش يتكلموا وبيقلل كمان من مستوى ذكائهم. فبيتجاهلها سيزر وبيبقى هيمشي، ولكن البنت بتصعب على القرد موريس فبيديلها العروسة بتاعتها وبيبقى مش هين عليه يسيبها لوحدها في المكان ده لانها هتموت. وبالفعل بيقدر يقنع سيزر ان هم ياخدوها معاهم، وفعلا بياخدوها وبيتحركوا لناحية معسكر الجنود. ولما بيوصلوا بيشوفوا ويبتر هناك فبيستخبوا وبيستغلوا انه لوحده وبيروحوا وبيهجموا عليه. فبيسألوا سيزر عن العقيد، فويبتر بيعرفوا ان العقيد اخد شوية جنود وراحوا لمنطقة الشمال، وده لان في جنود تانية هتنضم لهم علشان يقضوا على القرود للابد. وبيعرفوا ان دونكي وعدوا ان العقيد هيسيبه يعيش لو ساعدهم، وعلشان كده ساعد دونكي في الهروب وبلغهم بمكانهم. ولان ويبتر بطبعه خاين اول ما بيلمح جنود بره الخيمة بيبقى عايز يعمل صوت علشان يدخلوا ويقتلوا سيزر واللي معاه، ولكنهم بيقدروا يسيطروا عليه لحد ما الجنود بتمشي. وبعدها بيروحوا وبيستخبوا على الجبل وبيحطوا خطتهم، وبيقرروا يستنوا الجنود تتحرك ويروحوا وراهم. وفعلا تاني يوم اول ما الجنود اتحركت بيتحركوا وراهم لحد ما بيوصلوا لمنطقة الشمال، وساعتها بيسمعوا صوت طلقات فبيستنوا الجنود تمشي، وبعد كده بيروحوا بيستكشفوا اللي كان بيحصل، وبيلاقوا جثث لجنود وبيعرفوا ان العقيد هو اللي امر بقتلهم، وبيلاقوا كمان جندي لسه ما ماتش. فسيزر بيسألوا عن اللي حصل، ولكن بيكتشفوا ان الجندي ده مش بيتكلم. وبعدها بيطلعوا على برج وبيستكشفوا مكان الجنود، فبيجي شخص وبيحاول يسرقهم ولكنهم بيشوفوه وبيفضلوا يطاردوه لحد ما بيوصلوا البيت مهجور فبيدخلوا وراه، ولكن بيكتشفوا انه قرد وبيقدر يتكلم. ولما بيشوف الطفلة بردانة بيديلها الجاكيت بتاعه، يعني من الاخر كده قرد شكله حنين. فبيسألوا سيزر على سبب وجوده في المكان ده، فوقتها القرد بيقول له انه كان في حديقة الحيوان، ولكن لما البشر بدأوا يقتلوا في القرود هرب هو ومجموعة من القرود، ولكن كلهم ماتوا وهو الوحيد اللي عرف يهرب ولسه عايش. وبعدها بيروح وبيجيب لهم اكل من الاكل اللي في المخزن، فبيشوف سيزر عنوان المعسكر على الاكل، فبيسألوا على المكان اللي جاب منه الاكل ده، فبيعرفوا انه كان مكان بيتجمع فيه البشر المصابين، فكان بيروح وبياخد من عندهم الاكل. بس دلوقتي للاسف كل المصابين خلاص اتقتلوا، فبيطلب سيزر منه انه يوصلهم للمكان ده. بس في الاول القرد بيرفض، ولكن سيزر بيقدر يقنعه وبيوافق. وتاني يوم بيجهزوا علشان يتحركوا، وبتبقى الطفلة معاهم وبيهتموا بيها. وبعد شوية بيوصلوا لمكان المعسكر وبيهجم عليهم جندي من البشر، وقبل ما يقتل سيزر بيبعدوا لوكا وبيفادي سيزر، وللأسف وقتها بيموت لوكا فبيزعلوا عليه جدا جدا. وبيتفاجأ سيزر لما بيشوف البنت منهارة على موته. وبعدها موريس بيقول لسيزر ان الأحسن يغيروا الخطة بتاعتهم ويرجعوا لباقي القرود في رحلتهم للمكان الجديد اللي هيعيشوا فيه، وبيقول له انه كده هيبقى زي كوبا والسواد اللي جواه هيغلب على اي حاجة. فبيقرر سيزر انه يكمل الموضوع لوحده، وبيأمرهم يرجعوا لباقي القرود لانه هيحقق انتقامه لوحده. ولما بيتحرك ناحية المعسكر بيتفاجئ لما بيلاقي قرود من القبيلة بتاعته متعلقين لحد ما ماتوا، وبيكتشفوا ان الجنود البشرية حابسين هناك كل قبيلته. وقبل ما القرد المتعلق ما يموت بيقول له ان الجنود هجمت عليهم في نص الرحلة واعتقلوهم، وانهم بيجبروهم على الشغل وبيستغلوهم، ومش بيلحق يكمل كلامه وبعد كده بيموت. وفجأة بيجي حد وبيخبط سيزر، ولما بيفوق بيلاقيهم اعتقلوه. فالعقيد بيقول له انه غبي لانه جاي ينقذ القرود، فسيزر بيقول له انه جاي له هو شخصيا لانه قتل مراته وابنه. وبعدها العقيد بياخده وبيرميه في وسط القرود، وبتبقى القرود زعلانه وواخده جنب منه كده. فبيسأل القرده ليك حبيبه ابنه اللي مات عن السبب اللي مخلي كل القرود مش طايقاه، فبتقول له يعذرهم لان هم شافوا عذاب كتير. وتاني يوم بيجي الجنود وبياخدوا القرود وبيجبروهم على الشغل، وبيخلوهم كمان يعملوا اسوار تحصنهم. فبيسأل سيزر عن سبب الاسوار دي، ولكن ما بيكونش حد من القرود عارف اي حاجه. فبتقول له ليك ان هم بيشغلوا القرود من غير اكل ولا ميه من ساعه ما جم، وان اللي بيتعب كمان من القرود بيقتلوه. واثناء ما بيتكلموا بيتعب قرد من اللي موجودين، فبيكتفوه وبيخلوا القرد دونكي يجلده كمان. فوقتها سيزر بيخرج عن شعور
شعوره وبيطلب يوقفوا جلد فيه. فالقرود بتتشجع وكلهم بيبطلوا شغل ومش بيرضوا يكملوا. فالعقيد بيأمر دونكي يجلد سيزر بدل القرد التاني، وبعدها بيهدد القرود بقتله لو ما رجعوش لشغلهم مرة تانية. وفعلا تهديده بيجيب نتيجة، وبترجع القرود وبتشتغل من تاني علشان ينقذوه. اما موريس والقرود اللي معاه بيراقبوا كل ده من بره، وبيقعدوا يفكروا ينقذوا الوضع ده ازاي. وبالليل بيطلب العقيد يقابل سيزر وبيقول له ما يخليش الشغل يتعطل تاني، والا كل مرة الشغل هيتعطل هيتقتل قرد من قبيلتك. بس سيزر مش بيرد عليه، وبيفضل يكرر جملة واحدة بس، وهي ان القرود لازم يتقدم لهم اكل وميه. وبعدها بيقول للعقيد ان الجنود اللي جايه من الشمال مش جايين علشان ينضموا له، وده واضح طبعا من الاسوار اللي بيعملها. فبيرد عليه العقيد وبيقول له ان هم مش هينضموا له لانه بيخاف منه. فوقتها سيزر بيقول له ان هم بيخافوا منه علشان بيقتل الجنود بتاعته وان ما عندوش رحمه ابدا، وبيساله كمان عن السبب اللي بيخليه يقتل جنوده. فبيعترف العقيد بذكاء سيزر وبيقول له الشهاده لله انت طلعت اذكى من البشر. وبيقول له طب ما انت كنت جاي تقتلني، فين بقى الرحمه في كده؟ فوقتها سيزر بيرد عليه وبيعرفه انه بدأ بالرحمه لما ساب جنوده من غير ما يقتلهم، وطلب كمان منه السلام وانه يسيبه هو وقبيلته في الغابه، ولكن اللي حصل العكس وراح وقتل عيلته. فبيتعصب العقيد وبيقول له ان البشر ما ينفعش يبقى عندهم رحمه، وده لان القرود اقوى منهم وبقوا اذكى منهم، وده طبعا بسبب التجربه اللي لخبطت الدنيا دي كلها، وان البشر لو سابوا القرود في حالها فطبيعه الحياه هتخلي البشر اقل من القرود والاوضاع هتتبدل. وبيحكي له ان من 10 شهور بعت شويه جنود يستكشفوا الغابه علشان كان هدفهم يلاقوا سيزر، وبعد شويه اكتشف ان ابنه فقد القدره على الكلام وبقى بدائي زي الحيوانات. فالجنود قالت له ان ده حصل له بسبب الضغط اللي عليه وان الحرب كانت صعبه جدا، ولكن بعدها اكتشف ان الدكتور اللي كان بيعالج ابنه هو كمان فقد القدره على الكلام. ووقتها اكتشفوا الفيروس وعرف ان ابنه مصاب، وبعدها عرف ان الفيروس بقى ينتشر بشكل كبير جدا، وان الوضع لو محدش سيطر عليه فالبشريه كلها هتتدمر. ووقتها قرر يضحي بابنه الوحيد علشان ينقذ باقي البشريه وقتله بنفسه، واصدر قرار بقتل اي شخص مصاب وحرق كل ممتلكاته علشان الفيروس ما ينتشرش. ولكن شويه من رجالته رفضوا يعملوا كده، خصوصا لما اهاليهم بقوا مصابين، وعلشان كده بدا يقتل في رجالته نفسهم. فبيهرب شويه من رجالته للجنود في الشمال، واللي وقتها حاولوا يقنعوه ان هم يقدروا يسيطروا على الفيروس بشكل طبي بدل القتل والحرب دي، ولكنه رفض وبيقتلهم هم كمان. وبيبلغ جنود الشمال ان اللي عايز يشيله من منصبه او يوقف اللي بيعمله يجي له بقى مكان معسكره، وهو دلوقتي مستنيهم وبيجهز لهم. وبيعرفوا ان الحرب دي لو خسروا فيها هتنتهي البشريه كلها وهيبقى الكوكب كوكب القرود وبس. وبيستفز سيزر وبيقول له انه ما كانش يقصد يقتل ابنه ولكن مبسوط انه قتله. فبيتعصب سيزر وبيحاول يقتله، ولكن الجنود بتمنعه وبيكتفوه وبيرجعوه مكان ما اتعلق. وتاني يوم العقيد بيجيب اكل وميه لباقي القرود، ولكنه بيمنع سيزر لوحده من الاكل والميه. اما موريس والقرود اللي معاه بيكتشفوا نفق في الجبل، وبيعرفوا ان النفق ده بيوصلهم لجوه المعسكر بتاع الجنود واللي محبوس فيه القرود. اما الطفله لما بتشوف سيزر بيتعذب بيصعب عليها جدا، ولكن القرد بيمنعها تدخل المعسكر. وبالليل بيقرر العقيد يفك سيزر ويحبسه، ولو فضل عايش لتاني يوم يا يرجع يشتغل يا اما يتقتل. وبعدها بتستغل الطفله غياب الجنود فبتتسحب وبتدخل وبتخبط سيزر بالعروسه بتاعتها علشان تصحيه، ولما بيصحى بتجيب له ميه علشان يشرب وبتشربه كمان بنفسها. اما باقي القرود بقى فبيدولها اكل وبتروح تديهوله علشان ياكل وما يموتش، وبتفضل تطبطب عليه، والقرود بتعمل الشعار بتاعهم وان هما مع بعض اقوى. وفجاه لما بيجي الجنود بيطلب سيزر من البنت تستخبى بسرعه، وموريس والقرود اللي معاه بيفكروا ينقذوها ازاي. فبيقرر واحد منهم يضحي بنفسه وبيدخل للمعسكر وبيعمل صوت علشان يغلوش على وجودها لحد ما تهرب. وفعلا الجنود كلها بتتلخم فيه، فبيجي العقيد وبيأمر بحبسه مع باقي القرود، وبيستنى لما الجنود بتمشي وبيتكلم مع سيزر بلغه الاشاره وبيقول له انه دخل علشان يفكروا في خطه هروبهم. وتاني يوم بيتفاجئ العقيد ان سيزر لسه عايش وبيقول له انه قوي وبيعرف يستحمل، فبياخده بقى على الشغل. بس بيلاقي العروسه اللعبه بتاعه الطفله، فبيساله بتاعه مين دي، ولكن سيزر مش بيرد عليه. وبعدها بيبدا سيزر والقرود يحددوا المسافه بتاعه حبس القرود الكبيره والصغيره، وبيعرفوا كمان موريس بالمسافه. وبالليل بيستنوا القرود ترجع الحبس وبيعملوا خطتهم، ولكن بيوقفوا حفر بسبب ان الميه هتغرق الانفاق ومش هيعرفوا يهربوا. فبيفكر سيزر في خطه تانية وبيخلي القرود تستدرج الجندي اللي معاه المفتاح لحد ما يدخلهم الحبس. وهنا موريس بيشده من تحت الارض
الارض وبياخدوا على النفق وبيبعت لهم المفاتيح والسلاح. وبعدها بيتحرك سيزر والقرد اللي معاه وبيفتحوا للقرود الاطفال، واول ما ابن سيزر بيشوفه بيحضنه، فبيطمن سيزر عليه. وبعدها بيخرج القرود الاطفال من النفق، وباقي القرود كلهم بيخرجوا برضه من النفق، ولكن بيرفض سيزر يخرج، وبيقول للقرد ان موريس كان عنده حق وانه بقى زي كوبا بالظبط ومش قادر يتخلص من الكراهيه اللي جواه للعقيد. وفي وقت ما القرود بتهرب فجاه بيحصل قصف حواليهم، وبيعرفوا ان جنود الشمال بيهجموا على المعسكر، فبيبدا جنود المعسكر انهم يتحركوا، وبيكتشف جندي من الجنود بهروب القرود من المعسكر. وهنا بتبدا الحرب بين البشريين، فالقرود بتدور على مكان علشان يستخبوا فيه، اما سيزر فبيروح وبينتقم من العقيد، ولكن بيلاقي دم في كل حته، ولما بيروح له لسه هيقتله بيلاقيه فقد القدره على الكلام، فبيعرف سيزر ان العقيد بقى مصاب، وده بسبب دم البنت اللي كان على العروسه بتاعتها، وبيوجه السلاح عليه ولكن مش بيبقى قادر يقتله، فبيروح العقيد ماسك ايد سيزر وبيوجه السلاح على نفسه علشان سيزر يقتله، ولكن سيزر وقتها بيقرر ما يقتلوش وبيسيب له السلاح جنبه، فوقتها العقيد بياخد السلاح وبيقتل نفسه. في نفس الوقت الحرب بتبقى شغاله بره، ودونكي بيساعد جنود المعسكر، بس بيستغرب لما بيلاقي الجندي ساب الحرب اللي شغاله وبدا يضرب في القرود المسالمه اللي مستخبيه وبيقتل فيهم. وبعد كده بنروح لسيزر اللي بيتفاجئ بوجود الجنود علشان يشوفوا العقيد بتاعهم، فبيتحرك بسرعه وبياخد معاه اسلحه وبيهرب، اما دونكي فبيقف وبيتامل القرود وهي بتتقتل، وبعدهم سيزر وهو بيهرب من الطلقات لحد ما بيتصاب. وقبل ما الجندي بيموته اخيرا دونكي بيفوق وبيعمل حاجه واحده صح في حياته، وبالفعل بيقدر انه ينقذ سيزر وبيقتل الجندي، وساعتها الجندي اللي كان دونكي بيساعده اصلا بيروح قاتل دونكي، اما سيزر فبيروح حادف القنبله على خزان البنزين وبيفجر الحصار بكل اللي عليه من جنود، بس انابيب الغاز اللي في المكان بتنفجر، فبيهرب سيزر من المكان بسرعه عن طريق الانفاق. ووقتها جنود الشمال بيحتفلوا بانتصارهم على جنود المعسكر، واول ما بيشوفوا سيزر بيبقوا عايزين يقتلوه، ولكن بيحصل انهيار جليدي بسبب الانفجارات اللي حصلت دي كلها، فبيهرب القرود وبيتعلقوا على الاشجار علشان يتفادوا الجليد، وبيفضل سيزر متمسك بالشجره لحد ما الانهيار الجليدي بيخلص. اما موريس بقى فبيبقى واخد الطفل على ظهره علشان يحميها. وبالنسبه لجنود الشمال فالانهيار الجليدي بيقضي عليهم تماما ومش بيكسب في الحرب دي غير القرود. وبعدها بياخدوا بعضهم وبيكملوا رحلتهم للمكان اللي اكتشفوا ابن سيزر، واللي بيطلع مكان مناسب ليهم علشان يعيشوا فيه، وبالفعل الاطفال بتحب المكان جدا، اما الطفله بقى فبتنضم للقبيله. وبعدها بيكتشف موريس ان سيزر اتصاب وبيموت، فسيزر بيقول لهم ان هم دلوقتي كلهم في امان سواء بيه او من غيره، وبيوصيه كمان على ابنه الصغير وبيطلب منه يخلي باله منه. فوقتها موريس بيقول له ان ابنه لما هيكبر هيعرف ان ابوه كان بطل، وللاسف بيموت سيزر بعد ما اخيرا اطمن على باقي القبيله. وبكده بتنتهي احداث فيلمنا النهارده، اتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا. ما تنساش كمان لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعل كمان الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوف بقى وشكوا على خير، سلام.